السلام عليكم ورحمة الله. معكم مغربية في بلجيكا، دائما مع القصص الواقعية اللي تنعيشو هنايا في أوروبا وبالأخص في بلجيكا. القصة ديال اليوم جد صعبة بزاف، وغادي إن شاء الله غادي نعاودها لكم، وإن شاء الله تكون عبرة للشباب وعبرة للبنات وعبرة للوالدين حتى هما. اللي بغيت نقول قبل ما نبدا القصة، اعتذر على بعض الصور تنفيلمي، ولكن كاين الناس تيدوزو، تعرفوا الصيف، تعرفوا النصارى ما اللباس ما نقدرش نحكم عليه ونعيا ما ندرك في لي زيماج، ولكن تدوز شي وحده ما كنقدرش نخبيها. اعتذر. راكم تفتح في جميع بلدان العالم. المهم، القصة ديال اليوم اللي بغيت نعاود ان شاء الله تكون يا ربي تكون عبرة للشباب، وهي ديال الحرقة. نعاود لكم واحد الشاب، وهذه واقعية هي وقعت في بروكسل العاصمة ديال بلجيكا. واحد الشاب جا حارق، جا على اساس بيلقى لا بيلفي كما تيقولوا، الجنة هنايا كما تيعاودوا عليها، بيلقى الخدمة وبيدير الوراق وبيدير الطوموبيل وبغى يمشي لدارهم. هذا حق مشروع، اي واحد عنده الحق يحلم، ولكن كاين الحلم اللي كيتحقق وكاين الحلم اللي صعيب يتحقق. هادشي اللي وقع لهاد الشاب، وبزاف منه عادات كتير. جا مسكين حارق. تعرفوا ملي كيحرقوا الدراري اشنو كيديروا؟ كيمشيو للعاصمه ديال اي بلد اوروبي. العاصمه علاش؟ لان تيكونوا فيها بزاف تاع هادوك الاجانب، زعما الناس اللي جايين من برا تيكونوا بزاف عامره، يلقى فيها المغاربه، توانسه، جزائريين، ليبيين، المهم تيلقى فيها بزاف العرب. تيبقاو يسولوا على البلايص اللي فيهم العرب بزاف باش يندمجوا، باش يسولوهم كيفاش هكا تيوقع لهم. هما تيجي تصور جاي ما عرف فين يمشي، ما عنده حتى واحد، ما عنده حتى ورقه، ما فين غادي يمشي. المهم تيبان ليه انه يمشي لواحد البلاصه اللي فيها العرب. اول حاجه نقول لكم بعدا، هذا الولد ومنه عدد تيباتوا في الزنقه، ما كاينش فين يبات، ما كاينش عائله، ما كاينش باش ياخذ لوطيل، ما كيعرف حتى واحد فين غيبات في نظركم. يا شي جرده، يا شي بلاصه مخبيه، يا علاش خصو يقلب حتى على البلاصه مخبيه، لان الا جاو البوليس ولقاوه وسولوه ما عنده حتى ورقه، ديك الساعه غير يهزو يديو لبوست البوليس، من بوست البوليس يلقاو ما عنده حتى ورقه ما والو، تيرفوا ليه ويرجعوه ديريكت. انا نقولها لكم بعدا، هادشي اللي تيوقع، هذه هي الحقيقه المره اللي كيعيشوها الشباب مساكن وما عارفينهاش. الدراري اللي تماك تيعرفوا ان جارهم، صاحبهم، ولد خالتهم، واحد جا جلس قال لك عام هنا، دار طوموبيل واعره، لبس نايكا، لبس برديله ماركه، لبس الحوايج ماركه وجا. كيف دار ليها الله اعلم، ولكن عيبوا عليهم وعار هذوك الدراري اللي كيجيو لاوروبا. انا ما عرفتش كي تيديروا. المهم مستحيل يعطيو الورق في عام، يريقليو ليه المسائل ديالو في عام ويرجع بالطوموبيل. مستحيل بطوموبيل او لابس لباس غالي وجايب الفلوس، الا ولا كانت يدير شي حاجه اللي مشبوهه. نقول عليكم بعدا هادي دوفيس ما كاينش، ما عليناش. المهم هذا الولد مسكين تينعس في الزنقه، تيتلاوح من قنت لقنت، مخبي مخلوع. داكشي اللي جاب صرفو تيعتق بيه، خبيز، زد ساندويتش، شي حاجه رخيصه. حتى الغلا هنا راه اش نعاود لكم، راه كلشي غالي. ساندويتش تقدر تلقاه ب50 درهم، 100 درهم، ساندويتش عادي ما فيه والو. المهم داكشي اللي عنده هو باش كان تيعتق، كينعس مره في جرده، مره هنايا مره هنايا. اش طرالو؟ تعرف مع واحد المغربي، عاود له القصه ديالو، قال له الا بغيتي تخدم بالنوار تسمى بلا اوراق من الليل من 12 الليل ل 5 الصباح. قال له نخدم فاش يغسل المواعن. يا شوف دارهم في المغرب كان كاس واقيلا ما كانش يهزون فوق الطبله، تما تيولي يرضى باي حاجه باش يدخل مصاريف باش يقدر يعيش. المهم تيخدم مسكين، تيغسل المواعن. وتعرفوا دوك اللي تيخدموهم بالنوار في الريستورات، في الكوزينه، في النيطواياج، كيحرطوا عليهم اكثر من داك اللي كيخدم ديكلاري اللي بوراقي. انا نقولها لكم، اذا كان غيخدم ساعه هما تيخدموهم خدمات ساعتين في ساعه، ما كاين غير الحريط، ما تيبقاوش فيهم. انا نقولها لكم قليل في قليل في قلبه الرحمه، وهذا هما تيستغلوا داك الضعف ديالو وتيحرطوا عليه. المهم بقى هكاك مسكين، بقى شحال شهر يجيب شهر تيسول باش يسوي الوضعيه ديالو،
تلقى الناس سابقينه بشحال من عام حتى واحد ما قادو ليه الطورقه، لان باش تقاد الوراق اوروبا تعطيك الوراق نقدر نقول لكم زمان كانت شويه كاين شويه الامان. هاد الاخر راه والو ما تحلمش يقادوا لك الوراق الا ما جيتي بطريقه غير شرعيه. تما بقيتي جيتي تقرا او خدام او جابك شي حد قدرت كاين امل دير الوراق ديالك. اما زعما تجي هكا حارق وتقول بغيت نسوي الوضعيه مستحيل. انا نقول لكم اشنو كاين الواقع، مر اللي ما تيعاودوش لكم الناس كلهم. بقى هكاك الشهر يجيب شهر، الشهر يجيب شهر، بحرا وما جمع شويه شرا واحد التليفون دار فيه كارطه ولا يهضر مع والديه لا انا بخير وانا راه ما خصني حتى خير والحمد لله راه لقيت واحد صاحبي ساكن معاه تيطمئن والدي راه ان شاء الله غير ندور الحركه ونصيفط لكم. وهما ساكن الوالدين على داك الامل ديال صافي ولدنا تنقد. زعما صعيب هكاك، صعيب تعطي الامل وحدين وما كاين والو من داك الشيء. صعيب. ما تكذبوش على الوالدين ديالكم، الله يرضي عليكم، ما تكذبوش عليهم، الله يجازيكم بخير. باسكو الوالدين مساكن تيقولوا راك عايش بخير، من حقك انت تخبي ما تقولش الحقيقه باش ما يبقاش فيهم الحال، باش ما يتفقسوش عليك. ولكن راه هما تيبني واحد الامال كبير انك غادي توصل ليه. ما عليناش. المهم النهار يجيب نهار، سيمانه تجيب سيمانه، شهر يجيب شهر. قالوا ليه تمشي وحدين سابقين تماك تعطوهم النصائح تمشي دير انك جيتي من واحد البلاد فيها الحرب. هذوك شي يقولوهم لاجئين سياسيين تيسميوهم، تيجيو من شي بلاد فيها الحرب وبدل السميه وبدل الكنيه وعطيهم دي فونو هكا باش يصوبوا لك لاكارت. مشى دفع. قالوا لي منين جيتي؟ قالوا من سوريا. قالوا لي واخا. المهم داروا معاه اللازم، عطوه واحد الكارطه ولكن ديك الكارطه ما يقدرش يسافر بها لان عنده معلومات غلطه، دي فونو ماشي من سوريا. فين غادي يمشي بها؟ ما عنده فين يمشي بها. يلا تتسوى الوضعيه ديالو شويه اشنو تيعاونوهم، تعطيهم واحد معاونه ماديه، كيعطيهم واحد البلاصه تينعسوا فيها. هذه هي اللي استفد منها مده عام. هذيك الكارطه فيها عام، بارك عليه. المهم عطاو ديك الكارطه فيها عام. شاف التعيا قال انا ما نقدرش نمشي بعد السميه والكنيه ودوكيمون غالطين، انا بغيت وراقي يكونوا صحاح وعلى الصح. ما هذا ملي كمل عام ما مشاش عاودها. دونك عاود دار ديمارش اخرى، دفع دوسي اخر بسميتو الحقيقيه بكلشي. بقى ما والو، ما صيفطو ليش، بقى تيتلاوح من بلاصه لبلاصه، مخبي من بلاصه لبلاصه، ما عايش مرتاح، مريض، نفسيته مرضات، بقى تيتفقس اليوم غدا اليوم غدا. تعرفوا اللي في الغربه واللي بعيد على والديه واللي ما لقاش حتى حاجه مقاده، راه كي ديك الفقصه تدخل عليه تيشرف قبل من الوقت، تتبان على وجهه المحنه، تتبان على وجهه انه مدوز تكرفيس ومدوز المحنه ومدوز، تتبان على وجهه انه مكرفص. وجا عنده شاب 25 عام، عام على عام على عام الوالو. الوضعيه ما كانت، مره يخدم مره ياكل مره ما يشربش. المهم داكشي اللي كيخدم هو مشى تشارك مع شي دراري، وواحد فيهم هو اللي عنده الوراق وكرا دارو تيكري البيوت هكا، اللي بغى يكري بيت يكري. تشارك هو واحد صاحبو كراو بيت بعدا، ما على الاقل ما بقاش ينعس في الزنقه، ما بقاش ينعس في الجرادي، ولا مستور مخبي مستور. بقى على داك الوضع. تيهضر مع دارهم تتقول لهم شنو كاين، واش كادوا لك الوراق، راني توحشتك بغيت نشوفك. تيقول لها والله مازال. المهم انا ان شاء الله ادعي معايا. تتقول لي ربك مريض بغى يشوفك. يقول لها ما نقدرش نجي دابا، راه مازال ما عطاونيش الوراق، مازال ما عطاوني والو. المهم عام على عام توفى الوالد ديالو، ما قدرش يمشي يشوفه. ديجا غير هادي راه تتبقى واحد الحرقه في قلب الانسان حياته كامله. تصوروا ما لاقيش سكنه مقاده، ما لاقي خدمه مقاده، ما عنده وراق، ما يقدرش يمشي للبلاد، ما شافش با شحال من عام ومات وما شافوش، ودفنوه وما شافوش.
تصوروا معايا غير عادي، تخيلوها معايا كيفاش بغى يكون هذا الانسان، تيدوب بشوي بشوي، عرق بعرق. المهم السيد بقى على هذاك الحال، تيقولوا ليه رجع، تيقول لهم كيفاش انا رجع، انا ما رضيتش قدام صحابي، ما رضيتش قدام الجيران، ما رضيتش قدام هذا هو الخطا اللي تيديروا الدراري. تيقول لك ما رضيناش نرجعوا، يا ودي غير رجع، راه الناس ارضاء الناس غايه لا تدرك، راه ما عمرك غادي ترضي الناس، ولكن شوف انت فاش معذب، انت خصك دير حد لذاك العذاب ديالك، ما تبقاش تشوف الناس 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 الناس، عمرك الناس ما غادي يديروا لك شي حاجه، عمر الناس ما غادي واخا تكون بخير وتجي وداك الشيء ما يقولهاش فيك زينه، اللي بغى يقولها فيك زينه واللي بغى يقولها فيك خايبه غيقولها فيك خايبه. انا هذه هي النصيحه اللي كنقول للشباب، شتي راسك عام عامين 3 سنين، ما تضيعش عمرك في الغربه، ما تضيعش عمرك في الغربه، شتي راسك الوراق مستحيل تشدهم، واخا عجبك تماك، ولكن تضيع عمرك، والديك مساكن تيبقاو شحال من عام وما يتسناو فيك. البلاد واخا كرهتيها واحد الوقت، ولكن تيجيك داك الحنين ديال تشوف البلاد وتاكل ماكلة البلاد وتجلس مع ولاد الجيران وتمشي للسوق وتمشي للحمام كما تيقولوا، الحمام اللي محرومين منه. المهم السيد صافي بدا ديك الفقصه بحال تدخل عليه ديال با، اولا الفقصه ديال انه حتى حاجه ما تقدت له، ما عندوش الزهر، ما عندوش الزهر في حتى حاجه، ما وملي تيشوف الاخرين قبل منه بسنوات ما دار والو، هذاك الشيء اللي زاد فقص عليه، والفقصه تدخل عليه، تدخل. واحد العام كان طاح كريز، داوه لقاو عنده السرطان، سرطان في البنكرياس. صافي صدمه كبيره، ما قدرش يقولها حتى لمو لان هي اللي بقات له، ما قدرش يقولها لهم في البلاد ما حتى حاجه، بقى تيعاني الامرين. هنا الحاجه الزوينه اللي تقدر نقول لكم تيعاونوا بها لشي واحد اللي ما عندوش الوراق لي سون بابيي، هي ملي مرض تيعالجو 100%، تيعالجو 100%، دخل السبيطار الدواء فابور، النعاس تاع السبيطار فابور، كلشي. بقى هكاك على هذاك الحال مسكين تيعاني، وهذا عيط لمو قال لها نقول لك الصراحه امي ما تسنينيش، انا راه مريض. صافي عاود لها الحقيقه، صافي ديك الفقصه مو حتى هي مسكينه طاحت الدواء السبيطار شويه، المهم بشويه بشويه حتى ولات هذا تتعيط له، تقول يا ولدي دخل في حالاتك، قال لها انا ما دخلت وانا صحيح، ندخل وانا مريض، نزيدكم بالهم ديالي وبالدواء، قال لها الدواء تاع السرطان غالي وهنا العلاج فابور، السبيطار فابور، قال لها لا جيت انا تماك باش بغيت نتعالج ما عنديش. وصافي ديك الفقصه بقات فيه مسكين. اشطرا واحد صاحبه قال له شوف، صافي وصل مسكين السطاد الاخر ديال السرطان، قال له شوف ما عرفتيش دابا شحال بقى لك، من الاحسن تمشي للبلاد وغادي تشوف امك، على الاقل تشوفها وهي ترتاح وانت ترتاح، تعذبتي حياتك كامله ما درتيش داكشي اللي وصلتي ليه، جيتي حارق ما درتي والو، على الاقل سيري الايام الاخيره ديالك. قالوا ما عنديش، قال لي ما تخممش. مشى هذاك السيد مسكين تيجري مورا الجمعيات ومورا المحسنين ومشى للمساجد وشرح لهم الحاله ديالو وشافوه، الجمعيات جاو حتى شافوه وبقاو تيجمعوا ليه. قالوا لي ضروري خصك تمشي، قالوا لي هو مع ديك الحاله ديال السطاد الاخر ديال السرطان ما يقدرش يمشي بوحدو، قالوا لي حنا نخلصوا لك البيي ونخلصوا له شي واحد اخر صاحبه يمشي معك تيحطك ويعاود يرجع، وجمعوا ليه 12000 اورو، ما جمعهاش حياته كامله، 12000 اورو 12 مليون تقريبا مغربيه جمعوها ليه، قالوا لي هادي ديرها في جيبك وراه كلشي خالص، سير. ما عرفتيش شحال بقى لك، وفعلا ايامته كانت محدوده ما بقاش بزاف، سير جلس مع ميمتك تسامح معاها والامر بيد الله. المهم حتى لاخر لحظه عاد خدا هذاك القرار. تصوروا معايا والله ما تثقوش، تصوروا معايا كي مشى، كان جا صحيح سيد 25 عام، فاش مشى كانت عنده 45 عام، شارف، عرفتي شنو هي شارف؟ 45 عام ماشي كبير، ولكن هو ديك الفقصه وداك الشيء اللي داز عليه شرفو السيد ما تعرفوش،
زاد عليه السرطان ضعفو لواحد الدرجة ما تصورش. المهم قررت لاخر لحظة هو يمشي مع داك صاحبو، خداو الطيارة وصلوا للمغرب، ما نقولش اش من مدينة. تلقاو ليه، شافت امو جاتها صاعقة، شافت ولدها ما عرفاتوش، تقولي ما يمكنش، واش انت هو ولدي الزوين الصحيح اللي مشيتي جيتيني هكا؟ يلا يا ولدي عمرك ضاع، الله يا ولدي ما درتي والو، والله ما شفتي ما تشوفتي ما ولدتي كما تيقولوا الناس الكبار، ما تزوجتي ما درتي وليدات ما درتي حياة، واش هذه هي الغربة؟ واش هذه هي اوروبا؟ وبقات مسكينه تتندب وتتبكي. تصوروا شحال جلس معاها، تصوروا سبحان الله العظيم، ربي مكتب له يعيش واحد يومين معاها، يومين وتوفى، الله يرحمه. والله تنقولها وتتأثر لأننا عرفت هذه الحقيقة وعرفت هذا الشيء كامل. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى هذه القصة تعجبكم، ونتمنى تكون عبرة للشباب اللي كيبغيو يحرقوا. فكروا 1000 مرة قبل ما تمشيو فين غادي تحطوا رجليكم، باش غادي تعيشوا، كيفاش غادي تسويو الوضعية. هذا هو اللي خصكم تخمموا. والوالدين اللي كيقبلوا لوليداتهم اللي ما في خبارهمش، الله غالب ما عندهم ما يديروا، ولكن اللي في راس الوالدين وما تعطيهم الفلوس باش يمشيو، راكم تتصيفطوا ولادكم لهلاك، الهلاك المبين. انا نقول لكم من هنايا حافظوا على وليداتكم. تيقول لك الخبز واتاي، الخبز واتاي تاع البلاد خير من خبز واتاي ديال هنا ب1000 درجة، لان اونتوغي بالوالدين بالعائلة حلو، تيجي حلو، ولكن مي تيكون واحد بوحدو هنايا، لا عائلة لا في نبات لا باش يعيش لا وراق لا والو، راه مرة هذاك تيدوز له. هذا دخلت عليه المرورية، دخلت عليه الفقصة مسكين ديال هذاك الشيء اللي هذا خدا قرار وما قدرش يتراجع عليه. تشوفوا النهاية ديالو، ويومين كتب له الله يومين يرجع للبلاد ويجلس مع امه ويشوفها وعاد يموت. وربي سبحانه كبير، لان بحال حقق لمو هذيك الامنيه وحقق ليه هو هذيك الامنيه. 20 عام في الغربه، 20 عام حياته ضاعت، 20 عام ديال السفرونس ديال الالام، 20 عام مره واكل مره ما واكلش اسمحوا لي، 20 عام باه مات ما شافوش، 20 عام ورجع والو. كي مشى كون هي كي مشى كيرجع، مشى ورجع والو، خاويه الوفاض. هذه هي النصيحه اللي كنقول للشباب قبل ما تحط رجليك، فكر 1000 تيقولوا 100 تخميمه وتخميمه ولا قطعه بالمقص. خمم، راه الحريق ساهل، تعطي 2 المليون 3 4 6، كاين اللي عطا 7، انا سامعه شي وحدين عطاو 7 المليون. الا عندك 7 علاش ما دير شي تجاره ولو شي حاجه قليله؟ وراه التجاره تيبارك فيها الله سبحانه وتعالى. انا نقول لكم تعطي 7 المليون تجي هنا باش ترجع ميت، كاين اللي يرجع ميت. هذا مازال اسمحوا لي مازال كتب له الله يعيش يومين باش يشوف امه. كاين اللي بقى هنا تمات ودوه في الصندوق، كاين اللي بقى هنايا ومات بالجوع، ما لقى ما ياكل، تياكل داكشي عيان وجاتو لانيمي فقر الدم، وجاتو بحال داك مره ياكل مره ما ياكلش، وتياكل اللي جات وداكشي بحال عنده مرض مزمن في المعده وفي المصران وحياته كلها تيسفري. خمموا الله يرضي عليكم، وخمموا الله يجازيكم بخير قبل ما تحرقوا. راه الحرق ما فيش خير، وراه يكذب عليكم هذوك اللي تيجيو تيبوزاو عليكم مشى عام وجا دار ومشى عام. انا واحد السيده كنهضر معاها تنقول لها على ولدها، قالت عندها ولد واحد، تصور ولد واحد وبنت وحده، وقالت لك تتقلب تصيفط ولدها، قالت لي دبري لي الولدي تصيفطو. قلت لها شي يجي يدير؟ قالت لك اللي كان واخا يتزوجها غير قوريه كبيره كاع ماشي مشكل، كبر منه ماشي مشكل. قلت لها شكون اللي قال لك يتزوج قوريه وراه هي غادي تصوفي وهي؟ قالت لك لا واحد صاحبو نيت والله الا قالت لك جا ما قاري ما والو ودبر على واحد قوريه وقدت له الوراق ودارت له الطوموبيل ودارت له الدار وجابته وجا هو وياها. قلت لها هكا بغيتي ولدك نتيا؟ بغيتي ولدك يتزوج قوريه شارفه ويجيبها ويجيب الطوموبيل؟ قلت حتى هادي ديالي تجي ويتزوج قوريه كبيره، وهذا راه حتى هي قليل اللي تتصدق له، ماشي كاع كتار. وزيد بزياده واحد
تصوروا معايا جاي حارق. اللغه باش بغا يتفاهم مع هاد الناس ما عرفهاش. اللي قاري الحمد لله تيسلك راسو شي شويه، واللي ما قاريش شنو غادي كيفاش يتفاهم مع هاد الناس، كيفاش غادي يتفاهم معاهم، كيفاش غادي يعيش كمال حياتهم. هما غير تيبان ليهم الضبابة على عينيهم. من الأحسن يكونوا برامج توعوية، برامج اللي تفيق الشباب. باش هذا تيقولك تماك ضايع، اللهم يضيع في الغربة، يضيع في الغربة. راه الضياع تاع الغربة ماشي هو الضياع ديال البلاد. الضياع ديال البلاد شكل، والضياع تاع الغربة في شكل، ماشي بحال بحال. المهم هذه هي حكايتي، ونتمنى تعجبكم، وتنساوش ديروا لايك إلا عجبتكم القصة، وإن شاء الله تكون عبرة للشباب، وتكون عبرة للوالدين، وتكون عبرة اللي نوى ولا باغي يحرق يفكر ألف تخميمة، وتخميمة كما تيقولوا ولا قطعة بالمقص. هذه هي القصة ديال اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى قصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.